لو انت مهندس صيانة وبتشتغل في الايفون ركز معايا في الفيديو ده عشان هوفر عليك 16,000 جنيه تمن البري هيتر. انا هعلمك ازاي تفك البوردة من غير البري هيتر. انا دلوقتي درجة حرارة 500 هوا 120 اللي هي اقصى حاجة في الهوت اير. تعالى مع بعض كده هنفك بوردة 11. وزي ما انت عارف الاكس والاكس اس والاكس اس ماكس وال11 وال11 برو وال11 برو ماكس درجة حرارة القصدير اللي لاحمين بيه البوردتين 138. انا دلوقتي شغلت لك ستوب ووتش وهنزل على البوردة بحركة دائرية. البوردة هتتفك معايا حوالي 30 ثانية. ركز معايا في الفيديو عشان هتاخد التركاية، ومش عايزك تعمل لي لا كومنت ولا لايك. انا كل اللي طالبه منك تدعي لي دعوة حلوة من قلبك. احنا دلوقتي هنفكها اهو 30 ثانية. 30 ثانية البوردة اتفكت، درجة حرارة 500 هوا 120. طيب هتقول لي البوردة باظت. تعالى يا باشا اجرب لك البوردة. هبرد بس البوردة وهجربها لك دلوقتي. هركب شاشة واجربها لك تاتش. ولو الهوت اير في درجة حرارة اعلى من ال 500 والهواء اعلى من 120 صدقني كنت هعمله لك. الموضوع ملوش دعوة بدرجات الحرارة، الموضوع ليه دعوة بخفة ايدك والتوقيت المناسب اللي تفك فيه البوردة. خلي بالك انت لو وقفت على البوردة 5 ثواني زيادة انا بقول لك البوردة هتسيح. فانت لازم تبقى شارب بالظبط. فك البوردة 30 ثانية، ما تزودش 5 ثواني. تمام؟ دي بوردة 12 برو ماكس. طبعا احنا عارفين ان من اول فئة ال 12 وانت طالع لحد ال 16 برو ماكس درجة حرارة انصهار القصدير 183، اعلى بكتير من الاكس والاكس ماكس وال11 وال11 برو وال11 برو ماكس. فدي هتاخد وقت معانا اكتر شوية. اديني اهو هفكها لك نفس درجة الحرارة نفس كل حاجة وهجرب لك البورد. بس اوعى تنسى تدعي لي دعوة حلوة من قلبك. انا ما بخلتش عليك واديتك تركاية مفيش حد يعرفها. ما تبخلش عليا بالدعوة. انا علمتك كمان بالستوب ووتش، يعني مالكش حجة بعد كده. البوردة اتفكت في 45 ثانية بالظبط. مش هتشتغل بالبري هيتر تاني. ويا سيدي اشتري لك كام بوردة سكراب اللي هم قطع غيار اتمرن عليهم. جرب مش هتخسر حاجة. وادي بوردة ال 12 برو ماكس هجربها لك دلوقتي شغالة زي الفل وما فيهاش اي مشاكل. محمد سامي جراح الايفون.